السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة واحسن حال. اهلا بكم النهاردة في فيديو جديد. فيديو النهاردة باذن الله حيعجبكم جدا، مغذي ومفيد وسهل كمان وسريع، وحيعجبكم جدا جدا، وحتقومي على طول تطبقيه وتعمليه، مش هياخد معك اي وقت ولا مجهود. شايفين ما شاء الله جميل جدا ويفتح النفس. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول الله افضل الصلاة والسلام، ونبدأ كده بوصفتنا. اول حاجة هنا يا حبايبي عندي صدر فرخة كده مقطعاه مكعبات، هوريهولكم دلوقتي. شايفينه؟ ده صدر فرخة قطعته كده مكعبات، قطعيه الحجم اللي انت حباه، بس الحجم ده حلو كويس جدا وبيستوي بسرعة. طبعا داتي انا غسلاه ونقعاه كويس، وبعد كده شطفته، وزي ما شايفينه كده حطيته في صينية. هنيجي بقى ايه للتوابل بتاعتنا. عندي معلقة صغيرة من الملح، اما باقي بقى التوابل بتاعتي ربع معلقة بس من كل نوع: فلفل، كمون، كزبرة، بهارات فراخ. عندي هنا شطة اختياري طبعا لو انت حبها سبايسي، وعندي هنا كمان توم بودر وبصل بودر. وهنا الشوية اللي انتوا شايفيني دول بوريهولكم دياتي اللي هي ايه قرنفل وحبهان وورق لورا مطحون، برضي ربع معلقة. يعني توم بودر، بصل بودر، ملح، فلفل، كمون، بهارات فراخ، وطبعا اللي قلت لك ايه ورق اللوري والحبهان والقرنفل. طحنت كده شويه منيهم واخدت منهم كمان ربع معلقه، صراحه بيخلي الطعم حلو جدا. نزلت طبعا قلبت التوابل بتاعتي دياتي، وبعد كده نزلت بيها ايه على مكعبات الفراخ، ونزلت بمعلقه من الصلصه وربع كوبايه كده من الخل، ومعايا ليمونتين اللي هعصرهم. ادي حبايبي التتبيله بتاعتها سهله وبسيطه. كل التوابل اللي عنديكي ممكن تحطيها، ما عندكيش توابل فراخ ممكن تحطي ايه السبع بهارات. هنا بعد ما عصرنا الليمون وحطينا معلقه الصلصه، رح اقلبهم كده ولا حركنهم على جنب، وحنكمل ايه باقي وصفتنا. سيبها كده تتشرب في بعضيها. شايفين الخلطة بتاعتنا سهلة ازاي وبسيطة، موجودة عندك في البيت. الصلصة اكيد موجودة عندك، وكل حاجة موجودة عندك، التوابل كلها اي نوع توابل عندك او بهارات حطيه. هنيجي هنا عندي 3 حبات من البصل زي ما انتوا شايفينهم كده متوسطين، رح اقطعهم كده اجنحة او جوليان. ادي حبايبي بعد ما قطعتهم، هنيجي هنا معايا ايه حبتين من البطاطس. كمية البطاطس دي ترجع لك انتي، لو حابة تزوديها زوديها. هنا رح ابشر ايه حبتين البطاطس. هنا حبايبي هنا خلصتهم، معايا البطاطس المبشورة والبصل الأجنحة. هنجي هنا بقى على البوتاجاز، طاسة فيها شوية من الزيت يسخنوا معايا، لحنزل هنا بالبصل ولحديهم تشويحة كده لحد ايه ما يدبلوا. النار هنا معاك تكون ايه اقل من الوسط. هنا اول ما ابتدى يدبل معايا لحنزل هنا بشوية من الملح وشوية من الفلفل. شايفينه حبايبي بعد ما دبل معايا وابتدى اللون كده يصفر، لحنزل هنا بنص معلقة كده كبيرة من الصلصة، صلصة معلبة او بيتي براحتك الموجود عندك. اديها تشويحة. هنا بعد ما شوحناها لحننزل هنا ايه بالبطاطس، وبرضه كمان هنديها تشويحة كده خفيفة. الحلة اللي انتوا شايفينها دياتي على النار دي حاطة فيها ايه بواقي الفراخ اللي انا ايه خليتها. طبعا بعد ما خليت كده الفراخ اخدت طبعا العظم بتاعها والجلد بتاعها كده اللي هسلقه عشان نعمل عليه شوية رز كده ابيض. هنا حبايبي بعد ما شوحتها لحط في كده النار من عليها،
وتعالوا بينا بقى نكمل ايه باقي وصفتنا. هنا عندي طبق، راح اخد هنا الفراخ بتاعي بعد ما اتبل وشربت منه كده، شرب من التتبيلة، علشان انا محتاجة الصينية الصغيرة دي. نفس الصينية هي اللي هنا عملناه، البصل والبطاطس اللي هنا شوحناه ده على النار، راح اخده كده راح افرشه ايه في قاع الصينية. بجد الوصفة دي سهلة وسريعة وبسيطة جدا، بس الطعم جميل جدا 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 مع شوية الرز كده، والله العظيم مش محتاجة تاكلي معاهم ولا حاجة تانية. ادي حبايبي نزل بهم كلهم، راح اسويها وراح انزل هنا بقى ايه بقطع الفراخ، وراح اظبطها كده في الصينية. طبعا اللي هناجي كده ايه للتسوية. التسوية يا حبايبي فرن سخن على درجة حرارة 200 او ممكن اكتر من 200، وهتدخليها بس مش هتشغليها من فوق، هتشغليها من تحت بس. ولا هتغطيها بقى بصينية عندك ورق زبدة ورق فويل براحتك، اهم حاجة تغطيها على نار عالية. هتدخليها الفرن كده لمدة ايه 10 دقايق، وبعد كده لا هتطفي من تحت وتشغل الشواية من فوق، وهتاخد معاك اللون الجميل ده اللي انتوا شايفينه ما شاء الله، وهتطلع معاكي مستوية وزي العسل. شايفين لونها حلو ما شاء الله، والله العظيم يعني الشكل كفاية انه يفتح النفس كده اهي. طبعا عملنا معاه جريه كده شوية رز ابيض بشوية الشوربة طبعا اللي قلت لكم عليها، شوية الفراخ سلقناها كده واخدنا الشوربة بتاعتها، عملنا عليها شوية الرز الابيض الحلو ده. شايفينها وصفة بسيطة جدا وحلوة وسهلة ومغذية، وكمان فيها تنفع يعني ايه يعني جريها لا تعملي اي وموز معاها ولا حاجة، مع الرز كفاية. ادي شايفين راح اطلع طبعا قطعة دلوقتي ولا حوريها لكم مستوية ازاي. شايفينها ما شاء الله مستوية من جوا، طعمها حلو وريحتها صراحة القرنفل والحبهان وورق اللورة عامل شغل فيها. شايفينها مع الرز كده، كمان لو عندك شوية من الجرجير هتبقى جميلة جدا 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 كمان. شايفين خطيرة خطيرة والله، عايزاكم تجربوها وبجد هتعتمدوها وهتعملوها على طول، وكمان البيت كله والعيلة كلها هتحبها وهيقولوا لك اعمليها كده على طول. وبكده حبايبي الفيديو بتاعي انتهى، اقول لكم السلام عليكم.